وهنا بس هتقدر ان انت تخرج بره الشركة، وان الشركة تشتغل بشكل يومي وبشكل ديلي بناء على التوثيق والاوبريشن اللي اتعمل من الاول. وده اللي هيخلي البيزنس والمنتج والسيرفيس اللي انت بتقدمها تستمر لسنين، مع المحافظة على الكواليتي ومحافظة على الكاستمر اللي بيتقدم لها المنتج او الخدمة. في كتاب اسمه عملية الحضور. الكتاب ده بيشتغل على ازاي تدرك اللحظة اللي انت عايش فيها، وتدرك الافعال اللي انت بتعملها، والافعال دي ما تكونش نتيجة خبرات من الماضي او تنبؤات للمستقبل، وبالتالي الاكشنز اللي انت بتعملها تكون مناسبة للواقع اللي انت عايش فيه، وفي نفس الوقت انت مدرك اللحظة اللي انت عايش فيها. الكتاب ده الكاتب عظيم اسمه مايكل براون. مايكل براون قبل ما يعمل الكتاب ده كان شغال على تدريب المدربين ازاي يدركوا اللحظة، ازاي يركزوا في اللحظة اللي هم شغالين عليها. لكن اكتشف ببساطة، وده اللي وثقه في الكتاب، ان ده مش الحل المثالي للوصول بعملية الحضور لكل الناس انها تساعدهم وانها تفرق معاهم. عشان كده كتب: نتيجة لتدريب الآخرين خلال هذه العملية على نحو مكثف على مدى 4 سنين، أصبح من الواضح أن خيار التدريب من أجل أن يكونوا مدربين لعملية الحضور لم يكن منهج أنوي اتخاذه. لقد بدأ لي أن هذا المنهج يفتح الباب إلى احتمالية تخفيف أثر هذا المنهج، سوء فهم تعقيداته، وتحويله إلى وسيلة لكسب الدخل للمدربين المختصين في الأعمال التجارية. لقد أدركت من خلال الخبرة أن الحياة وحدها تستطيع تهيئتنا كي نتحلى بالتكامل لتدريب الآخر، وأن الحياة تنجز ذلك من خلال دعواتنا إلى تطوير ذلك التكامل من خلال تدريب أنفسنا أولا. تركز عملية الحضور تماشيا مع هذه الرؤية على فن تدريب الذات. ابتدى يشوف إن تدريب المدربين وعمل جيل تاني ده هيضعف المنتج اللي هو بيقدمه. عشان كده قرر إن هو يوثق كل اللي هو بيعمله في كتاب عملية الحضور. كل الناس تستقبل الكتاب وتعليم الكتاب ومفهوم الكتاب على مفهومها هي، على أوضاعها هي، على حياتها هي المناسب ليها، وبالتالي تقدر تنفذه بشكل واضح وبشكل سهل وبشكل مرن. فبدل ما انت تعلم اللي انت بتقدمه وتبدأ ان انت تقدمه على شكل سيرفيس، حاول ان انت توثقه وتعمله على شكل برودكت، وبالتالي ما يتحطش بصمة كل واحد في التعليم. وهنا هتلاقي ان المنهج اتوثق وتنفذ بدون بصمات لكل مدرب او لكل حد بيشتغل معاك في الشغل. وده يعتبر ليفل 1 في تطوير اللي انت بتنفذه او اللي انت بتقدمه، ان انت توثق كل حاجة انت بتعملها، كل اوبريشن انت بتنفذه في البيزنس. لكن عشان تقدر توصل لليفل 2 محتاج ان انت تقيس نتائج الاوبريشنز اللي انت بتنفذها، وتشوف ترتب عليها ايه، وتحسن وتوضح الاوبريشنز لغاية لما تبقى واضحة ونتائجها ثابتة. بعد كده بتبدأ تشتغل على ان انت تبني سوفت وير او تبني طريقة الناس تستخدم بيها المنهج ده يوميا بشكل واضح وبشكل سهل، مش على حسب ما هم يحبوا يقروا المنهج ولا لا، او يقروا الكتاب ولا لا، او يقروا اللي انت وثقته ولا لا. ازاي تقدر توصل كل واحد عندك في التيم ان هو يستخدم المانيوال او التوثيق اللي انت بتقدمه بشكل يومي بدون ما هو يضع بصماته في كل اوبريشن ويشوه الاوبريشن اللي بتتعمل او التنفيذ اللي بيطلع. فالبزنس عشان يستمر وانت موجود او انت مش موجود محتاج يعدي بمراحل. اول مرحلة ان انت تشوف الاوبريشنز اللي بتتعمل بشكل واضح. تاني مرحلة ان انت توثق كل اوبريشن. تالت مرحلة ان انت تقيس نتائج الاوبريشنز دي على مدار وقت ممتد. رابع مرحلة ازاي الاوبريشنز والمانيوال والتوثيق ده يكون التيم بيستخدمه بشكل يومي كجزء من يومهم بدون اضافة بصماتهم. وهنا بس هتقدر ان انت تخرج بره الشركة، وان الشركة تشتغل بشكل يومي وبشكل ديلي بناء على التوثيق والاوبريشن اللي اتعمل من الاول. وده اللي هيخلي البيزنس والمنتج والسيرفيس اللي انت بتقدمها
تستمر لسنين مع المحافظة على الكواليتي ومحافظة على الكاستمر اللي بيتقدم لها المنتج أو الخدمة.